السلام عليكم. النهاردة هنقدم ملخص فيلم الأكشن والدراما 3/10 إلى يومه، بطولة ريسل كرو وكريستيان بيل وبين فوستر. بيبدأ الفيلم سنة 1890 مع دان وهو بيصحى على حريق في مزرعته، وهو بيجري على المزرعة بيضربوه على دماغه ويوقعوه، وبيجيله واحد اسمه توكر وبيحذره وبيقوله قدامك أسبوع وبعد كده هنسيب المزرعة وهنولع لك في البيت، وبيسيبه وبيمشي. وبيجري ويليام ابن دان وبياخد بندقية علشان يضرب بيها توكر، لكن دان بيمسكها منه، وويليام ابنه بيقوله انت هتفضل طول عمرك ضعيف وعمرك ما هتقدر تدافع عننا ولا عن مزرعتنا. وبنعرف كمان ان الاسبوع ده مهلة علشان دان يسيب المزرعة ويمشي هو وعيلته، لانه واخد فلوس من واحد اسمه هولندر ومش عارف يسدها، وبيكون هولندر اصلا عينه على المزرعة من بدري علشان في خط سكة حديد عايزين يعدوه من وسط المزرعة بتاعته. والصبح بنشوف دان وهو بيتكلم مع مراته أليس، وبنعرف إن هو عنده إعاقة في رجله من الحرب ومركب رجل صناعية، وعنده ابن صغير اسمه مارك عيان وعنده مرض السل. ودان بيقول لمراته يا ريتهم كانوا قطعوا من رجلي حتة أكبر، حتى كنا أخدنا تعويض كويس وعرفت أصرف بيه عليكم وعلى المزرعة. وبينادي بعدها على عياله الاتنين، وبيبقى رايح لهولندر علشان يكلمه ويصبر عليه شوية في الفلوس ويخليه يشيل تكاليف الحريق اللي هو عمله. وفي مشهد تاني بيظهر بن وايت، بيكون بن وايت قاطع طريق وقاتل مشهور جدا، وكل الناس بتتكلم عنه وعن الجرائم اللي هو بيعملها. بيكون بن وايت مستني هو ورجالته عربية معدية من الطريق ده وشايلة فلوس للناس اللي شغالة في قطر السكة الحديد اللي بيعملوه جديد في البلد. وكان من عادة بن وايت إنه كل ما بيعجب بحاجة بيبقى معاه دفتر وبيرسم فيه الحاجة اللي عجبته. وبيكون تشارلز دراع بن وايد اليمين وهو الراجل التاني في العصابة بتاعته. وأول لما عربية الفلوس بتظهر بيجروا وراها العصابة بتاعت بن وايد وبيضربوا عليها نار، وبيكون الناس اللي في العربية عاملين حسابهم إن حاجة زي كده ممكن تحصل، وبيكون معاهم سلاح كتير وبيضربوا نار على عصابة بن وايد. وبعد مطاردة طويلة بيكون واقف بن وايد وبيتابع الوضع، وشاف قطيع من الجواميس فضرب طلقة في وسط القطيع وخلى القطيع كله ينزل على الطريق ويقطعه. وفعلا نجحت خطته وعرف يقلب العربية اللي كان فيها الفلوس. وبيكون قائد المجموعة اللي بن وايد سرقها اسمه ويبرون، وبيكون في عداوة قديمة بينه وبين بن وايد، فبيطلب منه ان هو يقتله بسرعة. فبيرد عليه بن وايد ويقوله انا مش هقتلك بالطريقة دي. بيخش رجالة بن وايت علشان يجيبوا الفلوس، واثناء ما هم بيوزعوا الفلوس كان في واحد من الحرس بتوع العربية لسه عايش، بياخد واحد من رجالة بن وايد وبيهددهم انه هيقتله. لكن بن وايد بيبص للراجل بتاعه بصة غريبة جدا، وبيكون الراجل بتاعه عارف البصة دي بعدها ايه، وبيطلع مسدسه وبسرعة عالية جدا بيخلص على الاتنين. وبيقرب من الراجل بتاعه ويقوله ده القانون بتاعنا، لما واحد مننا يعرضنا كلنا للخطر. في اللحظة دي كان دان وأولاده شايفين كل اللي بيحصل وحاولوا ينسحبوا من غير ما حد يحس بيهم، لكن بن وايت بيشوفهم وبياخد الحصان بتاعه وبيروح عليهم. وبيقرب دان من بن وايت ويقوله إن الجواميس اللي هو قطع بيها الطريق دي بتاعته، وبيوعده بن وايد إن هو هيرجع له الجواميس بتاعته، لكن هياخد منه الأحصنة اللي هم راكبينها علشان ما يجروش ويبلغوا عنهم، وبعد كده هيبقى يسيب له الحصنة بتاعته على الطريق. وبيروح بن وايد هو ورجالته على القرية اللي كانت عربية الفلوس رايحة لها. بيكونوا رجالة بن وايد عايزين يحتفلوا شوية فبيتنكروا ويروحوا لرجال الشرطة في القرية ويقولوا لهم ان هم شافوا بن وايد بيضرب نار على العربية بتاعة الفلوس. وطبعا كلهم جريوا علشان يلحقوا العربية، وبيقعد بن وايد هو ورجالته في القرية وهم مطمنين. وبعدها بيطلب منهم ان هم يروحوا يتمشوا شوية ويرجعوا بعد فترة، لانه عايز يقعد مع الجرسونة لوحده. وفي نفس الوقت كان دان واخد وبرون على نقالة ورايح على القرية علشان يسعفه. وبيوصل دان القرية وبيسلم وبرون للدكتور وبيروح على البار، وبيفضل ينادي بأعلى صوته على هولندر اللي هو ولع له في المزرعة بتاعته. لكن بيبص فوق فبيلاقي بن وايد هو اللي نازل من فوق، فبيكلمه دان ويقوله إن في 2 من الجواميس بتوعه ماتوا وهو عايز حقهم. فبيدفع له بن وايد وبيقوله عندك حق،
وبيرجع يقول له دان إن هو عايز حق العطلة اللي هو عطلها له بسبب إن هو أخد الأحصنة بتاعته، وعايز يومية ليه ولأولاده. وبرضه بيدفع له بين وايت وبيقول له أنت عندك حق. في اللحظة دي بيخشوا عليه رجال القرية اللي ضحك عليهم وبعتهم للمكان الغلط، وبيقول لهم توكر خلينا نقتله هنا ونخلص. فبيرد عليه ويبرن ويقول له لو عملت كده تاني يوم الصبح هيكون أهل القرية دي كلهم ميتين من رجالة بن وايت. فبيتكلم كبير المحققين واللي كان اسمه بيتر فيلد ويقول لهم إن بن وايت خسر مصلحة السكك الحديدية أكتر من 400 ألف دولار و22 حالة سرقة من فلوس مصلحة السكك الحديدية، وده هيخليهم يعدموه في مكان عام. وكل ما علينا إن إحنا هنوصله للمحكمة في مكان اسمه يوما. وبيبتدي يسأل كل اللي موجودين مين اللي هيطلع مع بن وايت ويوديه، فبيوافقوا 3 منهم بس اللي عايزين يطلعوا مع بن وايت، وهم كبير المحققين باترفيلد وتوكر وويبرون، بالرغم من انه مصاب. وبيبان على معظم اللي موجودين انهم خايفين جدا. فبيتطوع دان ويقول لهم ان هو هيطلع معاهم مقابل 200 دولار، وبيعرفهم ان هو كان بيحارب زمان وعنده دراية بضرب النار. وفعلا بيطلع معاهم وبياخدوه على العربية اللي هتوصله، وبيضغطوا على دكتور القرية المسكين ان هو يطلع معاهم غصب عنه علشان يتابع حالة ويبرون في الطريق. وهو بيركب بيعدي تشارلز بالحصان بتاعه وبيوعدهم ان هو هيقتل كل الناس اللي في القرية دي لو ما سابوش بن وايت. وبيقتل 2 من اللي كانوا موجودين. ولما العربية بتتحرك بيهم بيبتدي تشارلز يراقبهم من بعيد وهم شايفينه، وده اللي بيخليهم يفكروا في خطة ازاي يتوهوا تشارلز عن العربية. فبيقترحوا انهم وهم ماشيين بالعربية يعدوا على بيت دان ويبدلوا بين وايت بواحد تاني يكون في العربية. وفعلا بيخش بين وايت بيت دان وبيركب واحد في العربية مكانه، والخدعة دخلت على تشارلز. وفعلا تشارلز مش ورا العربية، وبيبتدي يتعرف بين وايت على أسرة دان، وبيكون الكل في البيت خايفين منه. وأليس بتلوم دان بإنه ازاي يجيب واحد مجرم وخطير زي ده ويخليه في البيت حتى لو كانت ايديه متسلسلة. فبيعرفها دان ويقول لها ان هو مجرد ما هيجي نص الليل هيبتدوا يتحركوا كلهم ويمشوا. وهم قاعدين على الاكل بيقول مارك ابن دان الصغير لبن وايت ان ابوه كان قادر يقتله، وبيقول له ان ابوه يقدر يصيب ارنب على بعد 500 ميل. فبيرد دان على ابنه ويقول له قتل البني ادمين مش زي قتل الارانب. فبيتكلم بين ويد ويقول لهم هما الاتنين زي بعض. وبيبص لبيرون كده ويقول له بايرون قتل ستات ورجالة وهنود حمر وأطفال. وبيبص لدان ويقول له اسأله كده وهو هيقول لك إن قتل الحيوانات زي قتل البني آدمين بالظبط بالنسبة له. ومن كلام بن وايت بنعرف إن هو إنسان متدين وما بيحبش الظلم. وبعد الأكل بتخش أليس على دان وبتقول له إنها اكتشفت إن بن وايت عكس ما هي توقعت تماما، وإنه إنسان مسالم جدا. فقال لها دان إن ده إنسان مجرم قتل بني آدمين أكتر من الأمراض اللي في الدنيا، وإنه سهل عليه جدا يغير تفكير أي شخص بيكلمه. وبتكون أليس خايفة على دان جدا، فبيقول لها إن هو هيكسب من الموضوع ده 200 دولار، وده هيساعدهم إنهم يسدوا الفلوس اللي عليهم ويجيبوا علاج لابنهم المريض. وبيكون ابن دان الكبير ويليام عايز يروح معاهم، لكن دان بيقول له خليك في البيت وخلي بالك من امك واخوك الصغير. وبعد ما ركبوا الاحصنه بتاعتهم علشان يتحركوا بيبص بين وايد لأليس مرات دان وبيقول لها ما تخافيش، هحاول على قد ما اقدر ما اقتلش جوزك وهرجعهولك سليم. وبيسألهم بن وايت وبيقول لهم هنروح على فين. فبيرد عليه وبرن وبيقول له هنروح على المحطة وهنركبك قطر الساعة 3:10 اللي رايح لمدينة يوما. بعد ما بيتحركوا بياخد ويليام ابن دان بندقية وبيمشوا وراهم من غير ما ياخدوا بالهم. وفي الطريق وقفوا في مكان علشان يستريحوا فيه شوية، وقعد دان يتكلم مع المحقق عن فترة الحرب وعن الإصابة اللي هو أصيب بيها في الحرب. فدخل بن وايت في الكلام وقال لدان ايه اللي جابك مع الناس دي يا دان؟ المفروض ان انت تبقى جنب عيلتك، انت لا راجل قانون زيهم ولا انت جسمك سليم، ده انت حتى برجل واحدة. وقال له كمان اكيد الفقر اللي خلاك تطلع معاهم لانك مش عارف تأكل عيالك ولا تجيب هدوم كويسة لمراتك. واستمر بن وايت يستفز دان بكلامه عن مراته،
وفعلا اتنرفز دان جدا، لكن في اللحظة دي جه توكر وطلب من دان انه يروح ينام وهو هيحرس بين وايت. وبعدها قعد يتكلم مع بين وايت وقال له طالما انا سهران بسببك النهاردة يبقى مش هخليك تنام زيي. وقعد طول الليل يستفز في بين وايت، وقعد يقول له انه هيتعدم بعد يومين. وبعد فترة بيصحى الجميع على صوت بين وايت وهو بيقتل توكر، واكتشفوا ان بين وايت قتل توكر بالشوكة اللي كان بياكل بيها في بيت دان. وقعد ويبرون يضرب في بين وايت كتير جدا وكان عايز يقتله، لكن المجموعة أصروا إن هم لازم يكملوا طريقهم ويودوه على القطر اللي رايح يوما. وبيستغرب دان جدا ليه بين وايت قتل توكر بالتحديد، لأن كل الناس كانوا نايمين في اللحظة دي وكان يقدر بسهولة يقتل أي حد فيهم وهو نايم. وتاني يوم الصبح بيهاجم تشارلز العربية اللي كانوا عاملين بيها الخدع، وبيكتشف إن بين وايت مش فيها، فبيولع في العربية علشان الراجل اللي جوه يتكلم ويعرفوا هم واخدين بين وايت على فين. وفعلا الراجل بيتكلم ويقوله إنهم واخدين بين وايت وهيركبوه القطر بتاع الساعة 3:10 اللي رايح على محكمة العدل في يومه. وبسرعة تشارلز بياخد بقية المجموعة علشان يطلعوا على المحطة، والمجموعة اللي بتحرس بين وايت بيكون معاهم نظارات معظمة. وبيعرفوا مجموعة المحققين إن تشارلز كشف خطتهم، فبيقرروا إنهم ياخدوا طريق تاني مختصر للمحطة، لكن الطريق ده مليان بالهنود الحمر اللي بيكرهوا الأمريكان والحكومة. وفي الآخر قرروا إنهم هيجازفوا ويمشوا فيه. وبيسأل دان السؤال اللي كان محيره لبين وايت ويقول له انت ليه بالتحديد قتلت توكر؟ فبيرد عليه بين وايت ويقول له علشان هو اخد الحصان بتاعي والسلاح بتاعي، وعلشان كمان عرفت ان هو ولع لك في المزرعة بتاعتك قبل كده. وفي الطريق بيفضل بين وايت يفكر ويبرون بالستات والاطفال اللي هو قتلهم من الهنود الحمر، وبيعرفوا قد ايه هو بني ادم قذر وسفاح. فبيعايره ويبرون وبيقول له انا كنت بدافع عن بلدي وعن مصلحة السكك الحديدية اللي انا شغال فيها، مش زيك ابوك كان على طول سكران وامك عاهرة. فتنرفز بين وايت جدا من الكلام، وده خلاه ينط على وبرن واخد منه السلاح وحدفه من فوق الجبل، وقال له حتى العاهرة عيالها بيحبوها. وهدد كل المجموعة اللي واقفة بالسلاح اللي اخده من وبرن، طلب منهم ان كل واحد يرجع لبيته. لكن بيظهر في اللحظة دي ويليام ابن دان وبيهدد بين وايت بالسلاح اللي معاه، وبيخليه فعلا ينزل سلاح، وبيرجعوا يسيطروا عليه من تاني. ولما بيجي الليل بيحاول بين وايت يتكلم مع ويليام، لكن دان بيمنعه. وبرغم كده ويليام بيتكلم معاه، وبيكون ويليام ابن دان معجب بيه جدا. وبيكون بين وايت كمان حاسس ان ويليام شبهه قوي في طفولته وظروفهم زي بعض. وبيحكي لهم وايت ان كل الجرائم اللي هو عملها في نظره هي بطولات، لأن جرايمه كلها كانت ضد المستبدين والناس الظلم. وفي اللحظة دي بيتضرب عليهم نار وبيفكروهم إن دول رجال بين وايت، لكن بين وايت بيأكد لهم إن دول مش رجالته، لأنهم لو كانوا رجالته كان زمانهم ميتين دلوقتي. وبيكون اللي بيضرب عليهم رجالة من الهنود الحمر. وبيتصاب دان بشظايا جنب ودانه، وبيستغل بين وايت الوضع وبياخد السلاح من دان وبيروح وسط العشب وبيخلص عليهم كلهم. وبيرجع يهدد دان واللي معاه بالسلاح اللي هو اخده، وبيطلب من دان المفاتيح، لكن دان بيرمي المفاتيح بعيد جدا. فبيضربوا بين وايت وبيغمى عليه، وبياخد منهم الأسلحة بتاعتهم والأحصنة وبيمشي. لكن ويليام ابن دان لما بيدور بيلاقي سلاح من بتاع الهنود الحمر اللي ماتوا لسه موجود جوه الزرع. وساعتها بيقول لهم دان إن هو هيطارد بين وايت وهيجيبه علشان خاطر ياخد المكافأة. وبيفضل ماشي بين وايت لحد ما بيوصل لمكان بيشتغل فيه عمال بيفجروا الجبل بالديناميت وبيعملوا أنفاق علشان يمدوا خطوط سكة حديد. وهناك بيكون رئيس العمال راجل اسمه ويلز، وبيشوف بين وايت وهو معدي وبيعرفه، وبيؤمر رجالته يضربوا عليه نار لحد ما مسكوه وربطوه وقعدوا يكهربوا فيه. وفي اللحظة دي بيوصل دان وبيشوف الأحصنة بتاعتهم، وبيشوفوا بين وايت وهو متعلق والعمال اللي هناك بيكهربوا فيه. فراحوا كلهم لمستر ويلز وقالوا له ان بين وايت السجين بتاعهم وهم عايزين ياخدوه ويسلموه للمحكمة. لكن مستر ويلز بيرفض يسلمه، وقال لهم ان بين وايت قتل اخوه الصغير قدام عينه من فترة. فرد عليه بين وايت في ساعتها وقال له ان اخوك كان غشاش ومغتصب علشان كده انا قتلته. فبيكملوا في تعذيب، وبيقول لهم دان ان هو كان هيودي بين وايت للمحكمة مقابل $200 هو عايزهم. فرد عليه واحد منهم وقال له لو ما مشيتش هتموت انت واللي معاك هنا. وبيستغل الدكتور الوضع، بياخد مجرفة وبيضرب بيها واحد فيهم، وبتقوم معركة قوية بين رجالة المحقق بيترفيلد ودان
وبين رجالة مستر ويلز. وبيقدر بين وايت ان هو يفك نفسه، وبياخد لفة ديناميت معاه، وبيركبوا الأحصنة بتاعتهم وبيجروا. لكن وهم بيجروا بياخد الدكتور طلقة في ظهره، فبيخليه بين وايت يعدي قدامه، وبيبقى هو ودان في الآخر. وبيعدوا من النفق، ويطلع بين وايت لفة الديناميت وبيرميها في الهواء، وبيطلب من دان ان هو يصوب عليها، وبينفذ دان وبتنفجر، والنفق بيتهد وبيتقطع الطريق. وبعدها بيبعدوا عن المكان وبيحاولوا ينقذوا الدكتور ويسعفوه، لكن الدكتور بيموت في اللحظة دي. وبيمشوا لحد ما بيوصلوا للقرية اللي جنب محطة القطر، وبيطلب دان من المحقق باترفيلد ان هم لازم يستخبوا في فندق القرية لحد ميعاد القطر. وبيطلب دان من ابنه ان هو يراقب مدخل القرية علشان لو رجالة بين وايت دخلوا يجي ويبلغهم في ساعتها. وفي اللحظة دي بيوصل رجالة بين وايت بقيادة تشارلز للمكان اللي فيه النفق اللي فجره دان، وبيتقابل تشارلز مع مستر ويلز. وبيكون مستر ويلز مش عارف ان تشارلز من رجالة بين وايت، وبيسأله إذا كان شاف بين وايت والمجموعة اللي معاه. فبيقول له مستر ويلز إن هو كان ماسك بين وايت هنا لكن هرب منه. وبيشوف تشارلز السلاح بتاع بين وايت مع ويلز، فبيضرب عليه نار وبيقتله هو ورجالته. وفي القرية بيكون المحقق بيترفيلد قدر إن هو يشوف فندق يستخبوا فيه، وقدر كمان يكلم مجموعة من شرطة القرية يساعدوهم في حراسة بين وايت، وكان عددهم 4. وأثناء ما هم قاعدين في الفندق بيخش ويليام ابن دان وبيقول لهم إن رجالة بين وايت وصلوا القرية. وبيخش تشارلز وبيقف في نص القرية وبينادي على بين وايت، وبين وايت بيستهزأ فوق بيهم وبيقول لهم أرد عليه ولا لأ. وبيبص له من الشباك وبيقول له أنا بخير وقاعد مع أصدقائي الأربعة الجداد، باستهزاء طبعا. وعمل كده علشان يعرف تشارلز ان اللي موجودين فوق 4 بس، ومش عايزهم يأذوا دان ولا ابنه، وعايزهم يطلعوا من الفندق كأنهم زباين فيه. لكن دان بيرفض. وبعدها بينادي تشارلز على اهل القرية كلهم وبيقول لهم ان اللي فوق ده يبقى الزعيم بين وايت، وفي 4 محتجزينه فوق، واي حد من اهل القرية هيقتل حد من اللي حابسينه هياخد جايزة $200 مضمونة. وبيتجمع اهل القرية كلهم بسلاحهم، حتى الستات حضرت وبقت معجنة، وبيشوف الرجالة اللي فوق الوضع تحت عامل ازاي وسامعين كل حاجة. فبيقرروا انهم ينزلوا تحت ويستسلموا لرجالة بين وايت. حتى كبير المحققين بيترفيلد كان طالع معاهم، لكن أول لما ال4 أشخاص طلعوا بره باب الفندق وسابوا سلاحهم غرقوهم رجالة بين وايت بالرصاص وخلصوا عليهم كلهم. فرجع المحقق بيترفيلد تاني جوه الفندق، وبيبص تشارلز لبين وايت وبيسأله هم دول كلهم؟ فرد عليه بين وايت وقال له تقريبا. وفوق بيقول بين وايت لدان لسه مصمم تكمل، وبيعرفه انه ممكن يموت هو وابنه هنا بسبب دفاعه عن مصلحة السكك الحديدية. وبيقول له ان رجالته اللي تحت دي مش هيرحموك، لا انت ولا ابنك، هيقتلوك وهم بيضحكوا عادي. فبيطلب ويليام ابن دان من بين وايت ان هو يخلي رجالته تبعد. فبيقول له بين وايت ايه اللي يخليني اعمل حاجة زي كده؟ فرد عليه وقال له علشان انت شخص كويس، انقذتنا من الهنود الحمر وانقذتنا من عمال المناجم. فرد عليه بين وايت وقال له انا انقذت نفسي من الهنود الحمر، مش انقذتكم انتوا. ولو كان معايا في النفق مسدس كنت استخدمته ضدكم، ولو انا شخص صالح ما كنتش هكمل 5 دقايق زعيم لمجموعة الرجالة اللي تحت دول. فبيقول له ويليام انا مش مصدقك. وكان بين وايت بيقول لويليام كده علشان يحاول يقنع ابوه انهم ينقذوا نفسهم ويمشوا. وبيطلع المحقق بيترفيلد لدان وبيقول له ان هو هينسحب ومش هيكمل المأمورية دي. وبيقول له كمان انه مش ملزوم يوصل بين وايت للقطر، وانه هيديله $200 دلوقتي ويروح هو وابنه. فبيقول له دان انا عملت ده كله علشان خاطر $200. وبيعرفه ويقول له حتى لما رجلي اتقطعت ما اخدتش المبلغ ده، لكن دم الدكتور راح علشان ايه. وبيعرفه انه يقدر يوصل بين وايت على القطر لوحده. وبيطلب منه لو امكن انه مادام هو هينسحب ياخد ويليام معاه ويروح. وبيطلب منه وعد ان هو اول لما يوصل القرية يروح على المزرعة ويدي مراته أليس $1000 في ايديها، ويخلي هولندر ما يتعرضش للمزرعة تاني. فبيوعده المحقق وبيقول له ان هو هينفذ كل طلباته. وبيبص دان لابنه وبيطلب منه ان هو يروح وهو هيحصله بعد كام يوم، وقال له انه لو جراله حاجة يخلي باله من امه ومن اخوه. وبيقول له افتكر دايما ان ابوك قدر يوصل بين وايت للمحطة ويركبه القطر
في الوقت اللي محدش فيه تجرأ وعرف يعملها. وبعد ما مشيوا بصله بن وايت كده وقال له أنا معجب جدا بطريقتك مع عيلتك. وقال له أنا كبرت من غير عيلة، ولما كان عندي 8 سنين أبويا مات بسبب الشرب، وأمي أخدتني على محطة القطر وسابتني هناك وما رجعتش من وقتها. وكمل وقال له أنا عارف إن أبويا كان صاحب كاس وأمي كانت عاهرة، لكن حتى لو هي كده فهي أمي وأنا بحبها برضه. وفي نفس الوقت كان بين وايت بيرسم لدان صورة في الدفتر بتاعه، وبيعرض عليه $1000 اللي هيسلمهم المحقق لمراته مقابل ان هو يسيبه دلوقتي يمشي. لكن دان بيرفض وبيطلب منه ان هو يقوم علشان هيتحركوا دلوقتي للمحطة. واول لما بيخرجوا بره اهل القرية بيضربوا عليهم نار هما الاتنين لانهم مش عارفين شكل بين وايت. فبيتعصب تشارلي جدا وبينادي على اهل القرية ويقول لهم يركزوا ويضربوا دان بس ويسيبوا اللي لابس اسود، وبيبتدي يموت في اهل القرية. وبيتحامى دان وبين وايت جوه بيت من البيوت، وبيتفاجئ دان ببين وايت بيهجم عليه واخد منه السلاح اللي معاه ووقعه على الارض، وبيقول له خلاص بقى اللعبة خلصت، ابنك اللي كنت عامل فيها شجاع قدامه مش موجود ومشي ومش هيشوفك. وبينادي على تشارلز بصوت عالي ويقول له يوقف ضرب النار وان هو هيطلع له دلوقتي. ولما بيجي يطلع بيهجم عليه دان من ورا، لكن بين وايت بيوقعه تاني على الارض وبيفضل يضرب فيه ويخنقه. وبيقول له دان انا عمري ما كنت بطل في نظر اولادي، دايما شايفيني ضعيف، حتى الحرب اللي شاركت فيها كنا بننسحب، والاصابة اللي في رجلي كانت برصاصة من زمايلي مش من العدو. جرب تحكي القصة دي لاولادك وشوف هيبصلك ازاي. وبيعرفه ان هو مكمل في عنده ده مش علشان خاطر $200، لكن علشان هو عارف ان ابن ويليام عنيد ولسه موجود بره وبيراقبه وعايز يشوف ايه اللي هيحصل للاخر. فبيقرر بن وايت ان هو يساعد دان انه يبقى بطل في نظر ابنه وعيلته. وبيخرجوا هما الاتنين وبيبتدي ضرب النار يزيد عليهم، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا لغرفة التحويل بتاعة المحطة وبيتحصنوا فيها. وهنا بيعترف دان لبن وايت ويقول له انا ابن الصغير مارك عنده مرض السل. فبيقول له بن وايت انت ليه بتقول لي كده دلوقتي؟ فبيقول له معرفش، بس حبيتك تعرف ان انا مش عنيد واني مش مقصر مع عيلتي في فلوس، كل الفلوس اللي بجمعها راحة على مرض ابن الصغير. فبيقول له بن وايت كمان ان هو اتسجن في سجن يوما ده اللي هو رايحه مرتين قبل كده وقدر يهرب مرتين منه، يعني علشان خاطرك هخليك تركبني القطر وبعد ما اوصل للسجن ههرب منه تاني. وبيفضلوا يضحكوا مع بعض لحد ما بيوصل القطر وبيخرجوا الاتنين من الأوضة والضرب بيزيد عليهم. فبيطلع ويليام ابن دان وبيضرب طلقة بالمسدس بتاعه وبيهيج قطيع جواميس علشان يحجز الرؤية ويحمي أبوه زي ما عمل بن وايت بالظبط في أول الفيلم. وفعلا بيقدر دان إن هو يركب بن وايت القطر ويسلمه للحراس، وبيبصله بن وايت كده وبيقول لدان انت كده نجحت وعملت اللي عليك. لكن في نفس اللحظة بيشوف تشارلز وهو مصوب على جسم دان، فصرخ عليه بن وايت وقال له ما تقتلوش. لكن تشارلز ما بيسمعش الكلام وبيضرب دان اكتر من 3 طلقات وبيقع دان على الارض. وبيكون ابن ويليام شايف كل اللي بيحصل وبينزل بسرعة بن وايت من القطر وبيقعد يبص على دان. وبيخش عليه تشارلز في ساعتها وبيقول له برغم انه كان راجل برجل واحدة انما كان قوي جدا، وبيحدف له تشارلز المسدس بتاعه اللي اخده من مستر ويلز وكان جايب له كمان الحصان بتاعه. وبيمسك بن وايت المسدس بتاعه في ايده وبيبص لتشارلز، وبيبقى تشارلز عارف البصة دي بعدها ايه. وفي لمح البصر كان بن وايت مخلص على تشارلز وعلى رجالته كلهم علشان هو ما سمعش كلامه. وبيجري ويليام على ابوه وبيبص دان لبن وايت كده بعدها وبيموت. وبيمسك ويليام السلاح من ايد ابوه وبيهدد بيه بن وايت، لكن ما بيقدرش يضرب لانه عارف ان اللي حصل مش بايده. وبعدها بيركب بن وايت القطر بنفسه تاني وبيسلم السلاح بتاعه للحراس بتوع القطر وبيخش الزنزانة. بيكون كبير المحققين بيتر فيلد واقف وشايف كل اللي بيحصل ومستغرب. ولما القطر بيبتدي يتحرك بيصفر بن وايت للحصان بتاعه وبيطلع يجري الحصان ورا القطر. وبنعرف ان بن وايت ابتدى خطته للهروب. الفيلم ده بيقدم ازاي الصداقة الحقيقية ممكن تيجي بعد عداوة، بيقدم قيمة غالية جدا في التضحية من اجل العيلة والاطفال، وازاي دان وبن وايت شافوا في بعض كل اللي ناقصهم. فدان كان ناقصه الشجاعة اللي موجودة عند بن وايت، وبن وايت كان ناقصه العيلة اللي موجودة عند دان. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. اسف لو كنت طولت عليكم، ولو عجبك الملخص ما تنساش لايك واشتراك علشان نستمر. سلام.